للوعي، وهذه تتكرس. شوفوا إلهام عمر، شوفوا هاي الإنسانة الصومالية العربية الرائعة اللي انتخبت في ولاية أمريكية، وصلت للكونغرس وتتصدى لأقوى لوبي في العالم، تتصدى للوبي الإسرائيلي، وتدين الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة وفي الأراضي المحتلة، تدين الاحتلال الإسرائيلي، تدين العنصرية الإسرائيلية، ولا ترهبها كل هذه الحملات التي شنت ضدها، وظلت صامدة وأحيت حالة من الوعي في أوساط الأمريكيين. طيب هذه إلهام عمر والله أرجل من كل الزعماء العرب. وريني زعيم عربي الآن، من النادر جدا أن تشاهدوا زعيم عربي بيحكي عن فلسطين، بيحكي عن الاحتلال، بيحكي عن جرائم الاحتلال. وروني وزير خارجية عربي بيحكي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بيحكي عن الظلم في قطاع غزة، عن قتل الممرضين والأطفال والمقعدين على حدود قطاع غزة اللي بيتظاهروا سلميا. وروني واحد منهم. هذا الكلام اللي المعاداة السامية الآن، إيش تعني يعني معاداة السامية اللي بتضطهد الشعب الفلسطيني الآن، يعني إنه أنت تعادي السامية هذا جريمة، لكن إنه هاي إذا السامية أو بعض المدافعين على السامية اضطهدوا الشعب الفلسطيني وفرضوا قانون عنصري اللي هو قانون المواطنة أو القومية في إسرائيل، هذا شيء كويس، هذا عادي جدا. لكن إنه تقول والله تنتقد المجازر الإسرائيلية أصبح معادي للسامية، شيء أمر غريب. هذه إلهام عمر اللي تصدت لهذا الأمر، والله لم يتصل فيها وزير عربي، لم يتصل فيها سفير عربي، لم تدعوها دولة عربية إنها تزورها. بدهم مش خايفين. على إيش خايفين؟ هذه بنته مش خايفة، وبنت شجاعة مش خايفة، أنتوا على إيش خايفين؟ هذه الحقيقة. ليش الخوف؟ ليش الرعب؟ ليش إحنا بنكون رجال؟ يا أخوان أنا مش خايف من التطبيع كتطبيع، هذا شفناهم وللأسف يعني في شعوب ما تظاهرت ضدهم وزاروا عواصمنا أو بعض عواصمنا. أنا خايف إنه يتحول هذا التطبيع ليصير تحالف أمني وعسكري، إحنا نصير خدم عند الإسرائيليين، إحنا نصير جنود تحت القيادة الإسرائيلية، وهذا اللي بيصير. هيك بدها إيانا أمريكا، بدها إيانا نكون خدم عند الإسرائيليين، بدنا نتنياهو يكون زعيم علينا بحجة إنه والله إحنا هددنا الخطر الإيراني. لا، الخطر الإسرائيلي اللي بهددنا، الخطر الإسرائيلي اللي بيحتل القدس وبيحتل الكنائس وبيحتل المعابد وبيغير الهوية العربية للقدس المحتلة وبيغتصب الأرض. هذا هو اللي بيغير. يعني شيء إحنا لازم والله لازم نتحرك، والله لازم إحنا يعني نتصدى لهذه الهجمة. إحنا لازم نكون في خندق المقاومة، مقاومة الاحتلال بكل أشكاله وبكل أشكال المقاومة أيضا. يعني بحطوا حزب الله وبيجرموه. طب بتجرموه ليش بتجرموه؟ طب ليش بتجرموا أيضا الاحتلال الإسرائيلي؟ ليش بتجرموا العدوان الإسرائيلي على غزة؟ التقرير لمجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة قال بأنه إسرائيل ارتكبت جرائم حرب على حدود قطاع غزة وقتلت الأبرياء هناك وجرائم ضد الإنسانية. طيب ليش وين التحرك العربي اللي يقول لهؤلاء الناس إنه هؤلاء هم المجرمون، هؤلاء هم الإرهابيون، مش اللي بيقاتل من أجل أرضه، من أجل عرضه، من أجل شرفه. هذه الحقيقة. فأنا يعني بجد يعني أنا أشعر بأن هناك هبة عربية، هذه الهبة بدأت تتبلور. هناك وعي عربي، هذا الوعي العربي بدأ يتبلور، الشارع العربي بدأ يتحرك، الشباب العربي بدأوا يتحركوا، مش يتحركوا عشان لقمة العيش، لا، بدهم يتحركوا كمان عشان قضايا الكرامة وعزة النفس والهوية العربية والإسلامية. بيتحركوا للعدالة، من أجل العدالة، بيتحركوا من أجل المساواة، بيتحركوا ضد العنصرية بكل أشكالها، ضد الدكتاتورية بكل أشكالها، من أجل الديمقراطية الحقيقية. هذا هو المستقبل. عشان هيك مرة ثانية بقول أنا متفائل، وشكرا لكل من يتصدى للتطبيع، شكرا لكل من وقف في المؤتمر الاتحاد الدستوري العربي أو اتحاد البرلمانات العربية وأدان التطبيع، وشكرا لإلهام عمر، وشكرا لحركة المقاطعة، وشكرا لكل الشرفاء في هذه الأمة. وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل بإذن الله.